إذا قلت لك إنه هذا المكان خلاني أنسى اسطنبول بتصدق؟ أنا من عشاق اسطنبول، بس كابادوكيا شي غير على الأخير. كنت مفكر كابادوكيا مجرد مناطيد، بس بعد زيارتي ل 80 مدينة اكتشفت إنه وحدة من أغرب الأماكن اللي شفتها بحياتي. رحلتنا بلشت بمطار اسطنبول، ومنه أخذنا رحلة داخلية قصيرة لكابادوكيا أخذت معنا شي ساعة ونص تقريبا. أول مفاجأة كانت هونيك هي الفندق مو عادي أبدا، يعني منحوت داخل جبل مثل كتير من الفنادق المشهورة بكابادوكيا. كان فيها مسبح وسبا وتراس إطلالة خرافية. بس أكتر نصيحة سمعتها وفاجأتني وقت كنا بالفندق هي وقت قال لي اللي بيشتغل بالفندق إنه بكرة لازم نفيق الساعة 5 الصبح ونطلع على السطح، وهالشي ضروري جدا. وفعلا عيرت المنبه الساعة 4 ونص الصبح وطلعت على السطح، وقت طلعت فهمت ليش. السما كلها مليانة مناطيد، ومنظر شروق الشمس مع مئات المناطيد كان من أجمل المناظر شفتها بحياتي، يعني شي بينمي البدن من شدة الجمال. كابادوكيا أصلا مشهورة بصخورها البركانية الغريبة والبيوت والكهوف المنحوتة فيها من مئات السنين، ولما تمشي بين هالجبال بتحس حالك كأنك صرت بعالم تماما، بكوكب غير هون تماما. وبعد بيوم مليان استكشاف أكيد ما في أحلى من الأكل التركي، من الفطور للعشاء، وكل وجبة كانت تاكل على قد ما طيبة. هناك جربت الكبة اللي بقلبها بطاطا، وكانت من أطيب الأكلات اللي جربتها. وإذا في مكان تركي لازم تزوره مرة بحياتك فأنا برأيي كابادوكيا بتستحق تكون بأول قائمة. وانت لو زرتها أول شي رح تعمل رح تركب منطاد ولا بس تتفرج عليه من فوق؟